إذن من واجب المثقف بل أكبر واجب على المثقف أن يسعى إلى إحلال العربية محلها من الاحترام والتقدير في النفوس، وذلك لا يجيء بالتمني إنما يجيء بالعمل. وأول عمل يعمله المثقف الأديب أن يدعو إلى تصحيح أوضاع التعليم. ومن هذا الباب أقترح اقتراحات مبدئية ولكنها تحتاج إلى أن يفرع عليها وأن تجود. ينبغي أن يبكر بالتعليم. في كثير من بلاد الإسلام وبلاد العربية نؤخر التعليم إلى سن 7 و8، ولكن ينبغي أن نبتدئ قبل ذلك، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وينبغي أن يبتدأ بالقرآن، وينبغي أن يبتدأ بعد القرآن وأثناء تعليم القرآن بالتحفيظ. ومن الأشياء التي تضلل الناس كثيرا أنهم يعتقدون أن الحفظ يقتل ملكة الفهم، وهذا ليس صحيحا. كنت أستمع مرة إلى بعض الأحاديث في الإذاعة البريطانية BBC في الإذاعة الثالثة، وهي تختص بمواضيع تجود. وكان المتحدث من القسس يدعو قومه إلى حفظ الإنجيل في العهد الحديث. قال: لأني حفظته ووجدت الحفظ يزيدني معرفة وأكتشف معنى كل مرة. وهو لم يأتي بجديد في هذا الباب. كل ما أراد أن يقوله: خذوا من المسلمين طريقتهم التي تركوها. وكثير يؤخذ من المسلمين من طرقهم التي تركوها. ومما أذكره في هذا الباب وأنبه عليه أن علوم العربية كانت تكتب بأسلوب العلماء، وأسلوب العلماء يستفاد من درس كتب العلماء منذ الصغر. فالذين كانوا يدرسون الأجرومية بشرح الكفراوي، أو يدرسون الجوهر بشرحها، أو يدرسون ما شئت من الكتب بشروحها المختلفة، كانوا يتعودون على نوع الأسلوب الذي تكتب به هذه الشروح. هذا الأسلوب كانت تكتب به المعلومات الأخرى، إذا كتب عن النبات، إذا كتب عن الأرض، إذا كتب عن أشياء مختلفة من أساليب الحياة. كان هذا الأسلوب على اختلاف أساليب العلماء والأدباء كان هو الأسلوب المفضل. لذلك مقدمة ابن خلدون التي يلهج الناس بها أنها عمل عظيم من أعسر الكتب على طلاب المدارس الثانوية والجامعة عندنا. أشك إن كان معظم الطلبة يستطيع فهم معظم المقدمة أو نصف المقدمة. مع ذلك هذه المقدمة ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ترجمة كبيرة وترجمة صغيرة. كتب أخرى في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها تكتب في أصناف الفنون، تكتب في طبيعة العمران، تكتب عن حيوانات البلد، عن نباتاتها. لو قرأها متعلمنا الآن لا يفهمها، لأنه متمسك بما يسميه الحداثة، وهذه الحداثة لا تذهب به أكثر من أن يقرأ الشرق الأوسط أو إحدى الجرائد المعاصرة أو إحدى الأطروحات التي تكتب الآن. ولكنه إذا قدم له كتاب كتب في علم في بلد من البلاد الإسلامية يتعبه جدا،
فينفر منه ولا يقبل عليه، ويجيء المستشرق الشاب فيشتري المخطوطة ويقبل عليها ويستخرج ذخائرها، لأنه يريد أن يتعب وأن يستخلص الفائدة فينتفع بها في النبات وفي الطب وفي علم الحيوان. ثم يشكو المثقفون العرب من أن المعاصرين يتقدمونهم في التقنيات، وفي نفس الوقت يريدون أن يكونوا معاصرين. وصدق الشاعر عندما قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لاحاقي. هذا لا يمكن. واجبنا أن نرجع إلى لغتنا وإلى علومنا وأن نتعب في تحصيل ذلك. هذا واجب الأفراد منا، كما هو واجب الحكومات، كما هو واجب الأجيال